السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بعد التحية والسلام، فيلمنا النهاردة من الافلام اللي هتشدك من اول دقيقة لاخر دقيقة. وبيتكلم عن جريمة بشعة حصلت لاربع اخوات اتقتلوا وتم التخلص منهم في اقل من دقيقة. يا ترى مين اللي قتل ومين اللي عمل كده وعمل كده ليه؟ ده اللي هنشوفه مع بعض النهاردة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تحطوا اللايك وابدأوا معانا فيلمنا اللي بيبدأ بماجدة الشغالة وهي رايحة عشان تصحي سليم، لكن بتلاقيه مقتول. فأول ما بتشوفه طبعا بتصرخ، وطبعا بيجي البوليس والإسعاف وبتبدأ التحقيقات. والظابط هاني بيسأل مراد أخو القتيل في أي حد جديد جه يشتغل عندكم الفترة دي؟ فقال له إن مفيش بس غير السواق اللي جه من سنتين وبسمة الممرضة اللي لسه واصلة النهاردة. فبعد كده بيوصل الظابط محمد واللي بيكمل القضية وبيبدأ يسأله ويقول له عايز أشوف الكاميرات اللي هنا. فبالفعل بيشوفوا الكاميرات وبيشوفوا ان في واحد نط من على السور ودخل الفيلا وخرج بعدها بدقيقة الا ربع، يعني 45 ثانية. بعد كده بيقول له هو في كاميرات هنا داخل الفيلا؟ فبيقول له لا طبعا، يعني احنا اكيد مش هنصور نفسنا يعني جوه الفيلا. فبيقول له طيب خلاص تقدر تستنى بره وانا هاخد المكتب ده عشان اكمل بيه التحقيقات بتاعتي. بعد كده بيقعد مع الضابط هاني وبيقول له اللي قتل ده اكيد واحد من جوه الفيلا. ده دخل وخرج في دقيقة الا ربع، ده لو متمرن عليها ومتدرب مش هيعمل كده. فيقول له قصدك ان هو قاتل محترف؟ فمحمد قال له لا مش مسألة محترف، هو كل الحكاية ده واحد عارف القتيل كويس جدا واكيد القتيل عارفه علشان كده ما هاجموش. بعد كده بيبدأ التحقيقات اللي بتبدأ مع بسمة الممرضة، وطبعا بيتهمها بالقتل لان اول يوم ليها، لكن هي بتقول له يا نهار اسود، لا طبعا ده انا لسه ما لحقتش اعرف اسمائهم حتى، هقتلهم ليه؟ وانكرت طبعا الموضوع ده. بعد كده بيبدأ التحقيق مع رئيس الامن واللي بيكون متوتر، وطبعا بيبدأ يقول له انت ايه اللي تعرفه عن القتيل وعلاقتك بيه عامله ازاي؟ فبيقول له سليم بيه ده كان حته سكره، وبعدين انا هقتله لان انا بقالي هنا سنين وما فيش اي حاجه من دي حصلت قبل كده، ده هو طيب جدا وكويس. وفعلا راجل الامن لما حققوا معاه قال نفس الكلام، ان هو كان انسان طيب جدا وان سليم ده كان احسن واحد فيهم. بعد كده بتيجي التحقيق مع ماجدة الشغالة واللي بتقول ان سليم بيه كان كويس جدا وكان الوحيد اللي بيهزر معاهم وبيعاملهم عادي، مش على ان هم ناس شغالين عندهم بس كده وخلاص. وبيجي كمان التحقيق مع محمود اللي كان شغال عندهم وبيقول ده سليم بيه ده كان كويس جدا وكان دايما بيعزم عليا بسجاير ودايما واقف جنبي في اي حاجة وكان شخص كويس جدا. بعد كده بنيجي الكاملة وبنعرف ان هي خالتهم، وان مامتهم لما ماتت مامة سليم واخواته وصيتها عليهم وعاشت معاهم وقالت له ان هو انسان كويس جدا وكان دايما بيطمن عليا وما يسيبنيش غير لما يعرف ان انا كويسة. ازاي ممكن حد يعمل فيه كده؟ بعد كده بتيجي نيرة واللي بنعرف ان هي تبقى اخت سليم القتيل، وبيبدأ التحقيق معاها وبيبدأ يوجه لها الاتهام. فبتقول له وانا ايه اللي هيخليني اقتله؟ ايه يعني الدافع عندي؟ فقال لا لا، انت عندك الدافع يمكن علشان خاطر انت رافعه قضيه طلاق على جوزك وهو رغم كده شاهد معاه، هو مش معاكي انت. قالت له هو صحيح الموضوع ده ضايقني بس مش لدرجه ان انا هقتله يعني. فقال لها انت كنت فين يوم الحادثه؟ فقالت له لا انا كنت عند واحده صاحبتي اسمها داليا. فقال لها تمام، احنا هنستدعي داليا وقولي لنا اسمها بالكامل عشان نعرف انت كنت عندها ولا لا. فاتوترت ومع الضغط قالت لهم انا بصراحه ما كنتش عند داليا، انا كنت مع هيثم صاحب مراد اخويا معاه في الفيلا بتاعته. بعد كده بيبدأ كمان التحقيق مع ليلى مرات مراد واللي بدأوا يقولوا لها انتي تعرفي ايه عن اللي حصل يوم الحادث؟ فبدأت تقول لهم ان هي كانت نايمة وما حسيتش بأي حاجة، ومراد وقتها كان بره ورجع متأخر وهي ما سمعتش اي حاجة غريبة ممكن تكون حصلت. وبيرجع مازن من السفر وبيستغرب من وجود بوليس على الباب، فبيدخل وبيستفسر منهم، لكن هما بيقولوا له ان سليم اتقتل. فبيستغرب جدا، لكن مراد بيأكد له المعلومة. بينهار من الزعل وبيقول لهم مين اللي عمل كده. ساعتها بيظهر الضابط محمد وبيقول لمازن كويس ان انت رجعت من السفر علشان نكمل التحقيق. وبياخدوه جوه وبيبدأ الضابط محمد يتكلم معاه ويسأله هو كان فين. فبيعرفوا ان هو لسه راجع من لندن. فقال له انت لسه راجع النهارده ازاي؟ ده المفروض ان انت رجعت امبارح على حسب علمنا. فبيقول لهم ان هو فعلا رجع، لكن كان معاه واحده صاحبته ونزلوا في فندق وان هم ممكن يتاكدوا من ده. فلما سالوا
طب وانت ليه ما قلتش الكلام ده من الاول؟ فقال لهم ان دي حاجه شخصيه وما كانش عايز يقولها، وهو بيعتبر نفسه مش متهم في حاجه ولا ايه. فظابط محمد ما بيريحوش وبيطلب منه ان هو يستنى بره، وبيرجع يتكلم تاني مع الست كامله، وبيقول لها انا عايز اعرف ازاي يعني يبقى سليم طيب، وهو دخل 4 مرات مصحة لعلاج الادمان في سنتين بس. فهي بتأكد له ان هو طيب، وانه لو ما كانش طيب ما كانش دخل يتعالج، لكن هو جات له فترة كده وقع في حياته واتلخبط كتير فأدمن، لكن بعدها هو فعلا اتعالج. فبدأ يطلب منها ان هي تقول له ايه اللي حصل في الفترة دي، ممكن يكون اذى حد او بينه وبين حد عداوة وهو اللي عمل فيه كده. لكن هي بتأكد له ان هي في الوقت ده ما كانتش موجودة، وان هي كانت مسافرة مع جوزها ورجعت لما مات ولقت سليم بالحالة دي، ففضلت واقفة جنبه وساعدته لغاية ما بقى كويس. فبيطلب منها ان هي تستنى بره، وبيجي مكالمة للضابط هاني وبيعرف اللي هم يلاقوا سلاح الجريمة، السكينة اللي اتقتل بيها سليم وكانت مرمية في الجنينة. فلما بيعرفوا كده بياخدوا بعضهم ويمشوا، وبيقولوا لهم ان هم ممنوعين من السفر لغاية ما يكملوا التحقيقات. وساعتها بعد ما مشوا بتبدأ كاملة تقول لمراد ان انت سبب في كل ده، وان سليم لو كنت خدته معاك وشغلته وخليته حاجة ما كانش حصل له كل ده. لكن هو طبعا بيتنرفز عليها جدا وبيقول لها انا اصلا اللي عملت الشركة، انت ناسه ان الشركة دي كانت واقعة وعليها ديون، ولولا تعبي ووقوفي فيها ما كانش بقت بالطريقة دي، وما كانش كل واحد فيكم كل شهر بياخد الفلوس وعايشين في المستوى اللي انتوا فيه ده. انا عملت كل حاجة، ولو على زينة قولي لي كده انت ايه اللي وقفتي جنبها فيه او جنب اي حد مننا، انا اللي عملت كل حاجة مش اي حد تاني. وبدأ ان هو يتنرفز جامد ويقول لهم خلاص اسمعوا، احنا بس الموضوع ده يخلص وبعد كده انا هبيع الشركة وكل واحد ياخد نصيبه ووروني شطارتكم بقى. فهي طبعا ما عجبهاش الكلام وطلبت من بسمة ان هي تدخلها جوه. تاني يوم الضابط محمد استدعى هيثم وبدأ يواجهه بكلام زينة، لكن هو انكر كل الكلام ده وقال ان هي ما كانتش عنده. فاتصل بزينة وطلب ان هي تيجي، فعلا راحت واصرت ان هي كانت موجودة عنده في اليوم ده، لكن هيثم هو كمان اصر ان هو ما كانش معاها. فساعتها الضابط محمد قال لها طب انت عندك دليل على كلامك؟ فقالت له ايوه. طلعت له تليفونها اللي عليه شات بينهم بميعاد المقابله، وان هم كمان الصور اللي صوروها وهي عنده. بعد كده خرجت وما كانتش طايقه هيثم ومتضايقه منه، فندى عليها وقال لها انت ايه اللي عملتيه ده، انت اتجننتي؟ قالت له انا لو ما كنتش عملت كده كان زماني انا المتهمه الاولى في قضيه هيثم. قال لها مين المجنون اللي قال لك كده؟ ما فيش حاجه من الكلام ده، لازم يكون في دافع وفي سلاح جريمه، ما بتمشيش كده. لكن انت ما عملتيش حاجه غير ان انت فضحتي نفسك وفضحتيني، وانت ست متجوزه وانا كمان راجل متجوز. فقالت له قول كده بقى، انت مش خايف غير عليها؟ انت مش قايل ان انت هتطلقها؟ فقال انا بتكلم في وادي وانت في وادي. فقام سايبها وماشي. وبيجي تقرير الطب الشرعي اللي بيقول ان البصمات اللي على السكينه تبقى تبع مراد، لكن الضابط هاني بيبقى شايف ان لا جسم ولا لياقه مراد تقول ان هو نفس الشخص اللي كان باين في كاميرات المراقبه. لكن الضابط محمد بيقول له ان الجو كان ضلمه وكان لابس اسود، ودي كلها حاجات ممكن تخلينا نشوف حاجه تانية. في الوقت ده بيروح فعلا البيت عند مراد وبيطلب منه ضبط واحضار، وبياخده معاه وبيبدا معاه التحقيق هناك، ويكون معاه المحامي خالد وبيبدا يوجه له التهمه وبيقول له على بصمات السكينه. لكن هو بياكد له ان هو ما يعرفش حاجه عن السكينه دي وما يعرفش اصلا شكلها. فبيقول له انت كنت فين يوم الحادثه، وبيطلب منه يقول مكانه، لكن هو بيمتنع عن الاجابه وبيقول له انا مش هقدر اتكلم. فساعتها بيقول له لو ما اتكلمتش هتبقى التهمه لابساك انت، لكن هو بيقول له برضو انا ممتنع عن الاجابه ومش هتكلم. ساعتها المحامي بيطلب من الضابط ان هو يقعد مع موكله شويه، ففعلا بيخرجوا بيسيبهم لوحدهم وبيقول له انت لازم تقول على مكانك لا اما كده الجريمه هتلبسك. قال له انا ما اقدرش اقول مكاني لان انا كنت في مخزن اللبن اللي محدش يعرف مكانه غيري، وده لو اتعرف انا كده هلبس سجن او اعدام اكيد، لكن دي حاجه انا ما عملتهاش، فانت حاول تشوف لي اي مخرج. فبيقول له طب خلاص لو على مكانك انا هشوف اي حد وهجيب لك بدل الشاهد 100 مفيش مشكله. وقتها مازن بيروح الشركه وبيطلب مدير الحسابات، فبيساله فين مراد بيه، فبيقول له انت مالك، المفروض ان انا كمان شريك في الشركه دي بس انا سايبه ان هو يديرها، انا عايزك تجيب لي حسابات السنه اللي فاتت كلها. فبيقول له تحت امرك وبيمشي. وقتها المحامي خالد كان بيروح لعيله مراد وبيحكي لهم كل اللي حصل مع الضابط، وبيقول لهم ان هو حاول يجيب له صحاب شهود لكن ده مش كفايه قدام الدليل القاطع بتاع السكينه وبصماته عليها. فكامله بتقول له لا انت لازم تشوف صرفه، ما ينفعش ان هو يفضل في الحبس، انا متاكده ان هو ما عملش كده. وبتقول له احنا نقدر ندفن سليم امتى؟ فبيقول لها اي وقت لو حبيتي. فبتقول له طيب خلاص انا ان شاء الله العزاء النهارده والدفن النهارده، واكتب الكلام ده على الجروب يا ليلى. فقالت لها ازاي هنعمل كده ومراد في السجن ولسه ما طلعش؟ فقالت لها انا متاكده ان اللي قتل سليم هيجي العزاء
العزا وانا هعرفه. في الوقت ده كان الضابط محمد ماسك القضيه وعمال يقرا فيها، وبيقول لهاني انا متاكد ان في حاجه غلط. فبيقول له ليه؟ المفروض ان القضيه دي خلاص انتهت. قال له انا شايف ان مراد اكيد مش هو اللي عملها، وخصوصا بعد اللي عرفناه، وان هو ان حساب سليم اتسحب منه من اسبوع بعد وفاته 60,000 جنيه، والنهارده كمان اتسحب منه 50,000 جنيه. فقال له خلاص تحب نفتح القضيه تاني؟ قال له لا، خلي القاتل كده يبقى فاهم ان مراد خلاص لبسها، وخلينا احنا نكمل تحريات من تحت لتحت، والنيابه برضو تعمل شغلها براحتها. في الوقت ده كان فعلا عملوا عزا سليم، وبدات الناس تيجي، وكامله شافت كريم وبدات تفتكر لما كان قاعد مع سليم وقال له انا جاي لك في مصلحه كده هتجيب لك في شهر واحد كذا مليون جنيه. فقال له ايه ده؟ معقوله؟ ازاي يعني؟ فقال له انا عارف ان انتوا بتعملوا بضاعه وبتستوردوا بضاعه كده بتاعه علب لبن تقريبا 1000 علبه، مش هيجرى حاجه لو بقوا 1500. فقال له يعني وهي ال1000 علبه ولا النص دول هما اللي هيفرقوا يعني وهيجيبوا الملايين دي كلها؟ ايه هي الماظ؟ فقال له هو الماظ، بس الماظ ابيض وبنعرف ان هي مخدرات وعايز يشحنها مع البضاعه. فساعتها زعق له سليم وقال له استحاله اعمل حاجه زي كده. قال له انا ما رضيتش اروح لمراد وقلت اجي لك انت بحكم الصحوبيه. فقال له كويس ان انت ما رحتش لمراد لانه كان هيوافق، وساعتها كنت هبلغ عنكم انتوا الاثنين واحبسكم. وقال له انا مش عايزه اعرفك تاني واطلع بره. وساعتها كانت كامله شايفه كل ده من البلكونه. بعدها بنلاقي العزا جه فيه تاني رجل اعمال كان بيتعامل برضو مع سليم، وبتفتكر كامله لما كان قاعد معاه في المكتب وبدا يزعق معاه ويقول انا عايز فلوس اللي بشغلها عندك. فقال له فلوسك خسرت، انت عارف ان دايما التجاره مكسب وخساره، خلاص هي خسرت ومالكش حاجه عندي. لكن هو بيهدده ان هو مش هيسكت. فقال له طيب خلاص بص انت بعد الخساره ليك شويه ملاليم كده لو تحب انا ممكن اديهم لك علب لبن، واستهزأ بيه. ساعتها هو هدده ان هو هيعرف ياخد حقه كويس. طبعا هي افتكرت الكلام ده كله، وساعتها قررت تاني يوم ان هي هتروح له وادته شيك بالمبلغ اللي هو كان ليه عند سليم. لكن هو اكد لها ان هو خد فلوسه كلها من سليم، وان سليم كلمه واداله الفلوس دي على دفعات، والكلام ده كان من 6 شهور وخلاص خلص وما فيش بينهم دلوقتي غير كل خير. ساعتها هي استغربت طبعا جدا، لكن جات لها مكالمه من مازن وقال لها انها لازم تيجي بسرعه. ففعلا روحت البيت ولقيت مازن بيقول لها انه راح الشركه واكتشف ان مراد بيسرقهم، وانه واخد كل الفلوس اللي في الشركه وفي البنوك وعامل بيها بضاعه. ولما رحت المخزن ما لقيتش اي حاجه عن البضاعه دي ومحدش يعرف عنها حاجه. ولما رحت لمراد سالته قال لي ان هو حاططها في مكان هو بس اللي عارفه ومش هيقول عليه غير لما يخرج. فبدا يقول ان هو سرقهم. فقالت له لا، هو عارف كويس هو بيعمل ايه وطول عمره بيتاجر وبيشتري ويبيع، هو اضرب شغله. فساعتها طبعا زينة ما عجبهاش الكلام وقالت له لا طبعا احنا المفروض شركة معاه والمفروض يكون معرفنا كل حاجة. فبيقول لهم انا على فكرة كمان لما رحت الشركة ما لقيتش فيها ولا مليم، يعني احنا كده كلنا معناش اي حاجة. فقالت له قول بس الكلام ده يبقى انت رحت الشركة عشان تاخد فلوس، ولما ما لقيتش فلوس ايه اتجننت وبتقول كده؟ لا هو ده اللي انت فهمتيه من كلامي، يعني انت سبتي كل حاجة. بس انا هقول لك ايه، ما انت دايما بتدافع عنه، ما هو اللي على الحجر. وبداوا يتخانقوا مع بعض. في وسط الخناقة جت مكالمة لليلى، وبنلاقي واحد مجهول بيتصل بيها وبيقول لها ان هو عارف كويس مين اللي قتل سليم، بس عايز مليون جنيه وهيديهم دليل على القاتل. فلما قالت له انت مين مرضيش يقول لها وقفل السكه. بعد كده قالت لهم يا جماعه انتوا سمعتوا اللي اتقال ده، هنعمل ايه دلوقتي؟ فمازن قال لها ده اكيد حرامي او اكيد اي حاجه، واحد بيستغلنا وعارف اللي احنا فيه لكن اكيد معهوش اي حاجه. فكامله قالت له انا هديله المليون جنيه يمكن فعلا يطلع عارف حاجه ويقدر ان هو يطلع مراد. فقال لها وهتجيب منين؟ انا قلت لك ان الشركه ما فيهاش ولا مليم. قالت له انا هدفع من فلوسي الخاصه، المهم ان مراد يطلع. بس ما طبعا كانت واقفه وسامعه الكلام ده كله، وبتفتكر لما كانت بتتفق هي وعوض، وبنكتشف ان هي سبب في المكالمه دي. وكانت قاعده مع عوض وبتقول له الست اللي انا شغاله عندها دي مش سهله، وانا حاسه ان هي عملت العزا ده عشان تعرف مين القاتل او تثبت للناس ان مراد اللي ما قتلش. فقال لها لو كنت انا في الفيلا دي. وبدا يقول لها على الفكره اللي في دماغه ان هم يعملوا مكالمه ويقولوا ان هم عارفين القاتل وعايزين مليون جنيه. فقالت له خلاص ماشي، واتفقوا ان هي هتبقى عينيهم جوه وهتشوف ايه اللي بيحصل وناويين على ايه. فعلا بعد ما الكل نام بدأت ان هي تتصل بعوض وتحكي له على اللي حصل، وقالت له انا لو في اي جديد هقول لك، واول ما يحددوا الميعاد هتصل واعرفك. وكانت مبسوطه ان الخطه بتاعتها نجحت. وبنروح لاوضه زينه وبنكتشف ان هي مقتوله فيها بنفس الطريقه اللي اتقتل بيها مازن. فبيرجع الضباط تاني وبيفتحوا التحقيقات وبيبداوا يحققوا مع مازن وبيسالوه كان فين وقت الجريمه، لكن هو بياكد لهم ان هو كان في الشركه مع الاستاذ مصطفى. فبيسالوا ضابط محمد انت كنت فين وقت جريمه سليم؟ فبيقول له هي مش دي قضيه واتقفلت
اتقفلت خلاص، لكن هو بيقول له ان هي اتفتحت تاني، وخصوصا ان احنا عرفنا ان انت من الساعه 10 للساعه 2 ما كنتش في الفندق، وبيسالوه كان فين وقتها، فبيبدا يتردد. بعد كده بيقول لهم ان كانت صاحبته اللي معاه كانت عايزه تقضي ليله حلوه، فكانت عايزه مخدرات، وهو اضطر ان يكلم واحد صاحبه واداله رقم ديلر، وفعلا قابله وخد منه الحاجه. فشككوا في كلامه كده وما اقتنعوش. بعد كده بداوا تحقيقات تاني مع محمود، وبداوا يسالوه ازاي ان هم قتل زينة وهو اللي قتل سليم. فانهار طبعا وقال لهم لا استحالة، انا معرفش اقتل فرخة. فبدأ الضابط محمد يكشم له كده ويقول له انت اللي كنت بتسحب الفلوس من سليم، واحنا عرفنا ان انت سحبت منه 80,000 وبعد كده 50,000، ده لسه النهاردة الصبح انت ساحب 20,000 من فلوسه، انت اللي سرقته وخدت الكارت بتاعه. فساعتها قال لهم انا ما سرقتش حاجة، وبدأ يحكي لهم ازاي خد الكارت ده، وقال لهم ان كان سليم بيه موجود وانا طلبت منه فلوس سلف لان كان عليا مبلغ كبير جدا والمفروض اسدده، وكان عليا 70,000 وكان ناقص منهم 35. فهو قال لي خلاص مفيش مشكله، وفعلا اداله الفلوس، بس قال له انا معيش فلوس دلوقتي، خلاص الساعه 10 الصبح خد الكارت وروح اسحب منه 40,000 وخد 35 ومشي نفسك كده ب5,000 كمان. واداله الكارت وقال له خلص وتعالى اديهولي. لكن هو طبعا لما رجع لقاه خلاص اتقتل، فقال مفيش مشكله لما اخد الكارت لنفسي، اللي في البيت دول مش فارق معاهم الفلوس وكل واحد معاه اللي مكفيه، وهو كده كده مفيش حد يورثه، فالفلوس هترجع لعيلته فانا اولى. فساعتها خدهم قال انا ايه عشان خاطر اعالج امي العيانه واسطر اختي، فما جاتش من 100,000. الناس دي ما يفرقش معاهم الكلام ده، لكن هما برضو ما اقتنعوش بكلامه قوي. وبعد كده بنروح لمراد في السجن، والمحامي خالد كان راح له وقال له على وفاه زينه، فاتضايق جدا طبعا. وبعد كده قال له عرفتوا مين اللي عمل كده؟ قال له لا ما عرفناش، بس اكيد هنعرف، وساعتها انت هتطلع براءه لان اللي قتل زينه هو نفسه اللي قتل سليم. بعد كده قال له في حاجه اهم من كده عايزه اقول لك عليها، ان كريم وبهاء اخوه عايزين يعرفوا مكان المخزن ومكان البضاعه، وبيقولوا ان انت لو ما قلت لهمش على مكانها ان هم هيجيبوا اللي يقتلك في السجن. فقال له يطلعوا من دماغي، وانا اللي في دماغي هعمله، وانا مش هقول لهم على مكان المخزن طول ما انا هنا، اخرج من هنا هم هياخدوا البضاعه بتاعتهم. بعد كده بنروح لليلى وهي قاعده، واتصل بيها المجهول اللي بيكلمها في التليفون وقال لها ها فكرتي المليون جنيه يبقوا عندي، وهنتقابل النهارده الساعه 10 بالليل في المقطم كده في سله زباله، انا هبعتلك اللوكيشن بتاعها وهتروحي تحطي فيها الفلوس. بعد كده هقولك على المكان اللي هسيبلك فيه الدليل بتاع براءه مراد، ويبقى كده حبايب. فقالت له طب وانا ايه اللي يضمن لي ان انت فعلا هتديني الدليل؟ قال لها وانا يعني هعمل ايه بالدليل بعد ما اخد الفلوس؟ وبعدين انا هديكي حته كده ان على فكره زينه كانت بتشتغل مع كريم من وراه. طبعا راحت لكامله وقالت انا عايزه احكي لك على حاجه، وحكيت لها على المكالمه. فقالت لها موضوع زينه وشغلها مع كريم نعرفه بعدين، لكن اهم حاجه دلوقتي في الميعاد احنا هنحدد المليون جنيه، واي حاجه ممكن توصلنا لمراد وبراءته احنا هنمشي وراها. بعد كده بالفعل بنروح لباسم وهو عند الضباط لما بعتوله عشان يحققوا معاه، وقالوا له انت تعرف ان مراتك زينه اتقتلت، انت كنت فين وقت قتلها؟ فبدا يقول لهم انا كنت بقتلها. فاستغربوا جدا وقالوا له انت بتعترف ان انت اللي قتلت زينه؟ فقال لهم ايوه انا اللي قتلتها، وقتلتها عشان هي انسانه خاينه وخانتني، والناس كلها عارفه ان هي خاينه وانتوا كمان عارفين ان هي خاينه. وقال لهم ان هو جات له رسائل وصور ليها هي والشخص اللي بيدخلوا معاه، وطبعا لما عرف كده قتلها. هم ما كانوش مقتنعين بكلامه، لكن قالوا له طب انت ليه قتلت سليم؟ قال لهم انا ما قتلتش سليم وانا هقتله ليه، انا مالي وماله. فقالوا له ان هو اتقتل بنفس الطريقه اللي اتقتلت بيها زينه. قال لهم انا اصلا ما اعرفش هو اتقتل ازاي وما عنديش فكره. فساعتها بعتوا العسكري خدوا على الحجز، لكن ما كانوش مقتنعين بكلامه، شايفين ان هو اكيد ما قتلهاش وبيقول كده بس عشان ينتصر لرجولته، خصوصا بعد ما الناس كلها عرفت ان هو قاتل. فالظابط هاني قال له بس ازاي، مين اللي ممكن يكون عمل كده؟ وبعت له الصور وكمان رفعها على النت. فالظابط محمد قال له ده اكيد انسان مريض نفسي عشان يعمل حاجه زي كده، انا عايزك تجيب لي سجل العيله دي كلها النفسيه بتاعتها، واكيد اللي عمل كده ممكن يكون كان بيروح لدكتور نفسي او حاجه، ومن خلال ده هنعرف هو مين. ساعتها بنروح لكاملة وكانت راكبة العربية هي وليلى، وفعلا نزلت بسمة بالفلوس وحطتها في سلة الزبالة ورجعت تاني ومشوا. فضلت قاعدة هي وليلى في البيت مستنيين مكالمة المجهول ده عشان يقول لهم على مكان الدليل، لكن ما اتصلش. ساعتها ليلى قالت لها احنا كده بقالنا كتير وانا خلاص همشي، وندهت على ماجدة وقالت لها حضري شنط العيال ولبسيهم وهنمشي. فكاملة استغربت وقالت لها انت ليه هتعملي كده؟ قالت لها خلاص ده كان اخر حاجة لمراد عشان اثبت براءته وعلشان اصدق ان
ان هو بريء، لكن انا ما بقتش حاسه بالامان هنا علشان سليم يتقتل وزينة تتقتل، انا همشي واروح عند اهلي وانا مش حاسه بالامان هنا. وفعلا مشيت. وقتها بسمه كانت مشيت وراحت قابلت عوض واكد لها ان هو حاطط الفلوس في مكان امان، وقال لها ان هي تحاول كده ان هي تتلكك للعيله دي وتعاملهم وحش علشان يمشوها من المكان اللي هي فيه. بعد كده بنروح لكاملة وهي راحت لكريم في الشركة وقالت له هو زينة كانت بتشتغل معاك؟ فقال لها ايوه هي شاطرة في مجالها وانا احتجت لشغلها وفي حاجة. قالت له طب على فكرة ايه الحاجة اللي انت عايزها معايا؟ وقالت له على مكان المخدرات ومكان المخزن ان هي عارفاه، وليها شرط واحد عشان تديله الحاجة دي. فقال لها ايه الشرط؟ قالت له ان انت تشتري نصيبي في الشركة ب1.5 مليون دولار، ساعتها بس هقولك مكان المخزن اللي فيه المخدرات بتاعتك وتروح تاخدها. فقال لها طيب انا هقول لك حاجه، قولي لي على المكان وانا لما اروح اخد البضاعه وابيعها وهديكي فلوسك. فطبعا ضحكت وقالت له لا انا هقول لك على فكره احسن، انت حول لي الفلوس على الحساب بتاعي، واول ما تدخل في الحساب وتبقى معايا انا هقول لك على مكان المخزن وتروح تاخد المخدرات ونبقى كلنا حبايب، لا اما كده لا اما هبلغ البوليس ونبقى خسرنا كلنا. بعدها كامله بتروح وبتنادي على ماجده الشغاله وبتقول لها انا عارفه ان انت تعبتي معايا الفتره اللي فاتت دي كلها فتقدري تاخدي اجازه وتمشي. بعد ما بتمشي بنلاقي بسمه بتقول لها بقول لك ايه يا بسمه، انت مش مكفيك ال1 مليون جنيه اللي انت خدتيهم ولا الراجل اللي معاكي ما اداهم لكيش؟ فبتتفاجئ بسمه وبتحاول ان هي تعمل عبيطه، لكن بتقول لها انا متاكده ان انت اللي خدتيهم، اصل انت غبيه، ويوم ما كنا واقفين عشان نديله الفلوس انت بعتيله ان احنا مراقبينه لكن كنت سايبه التليفون مفتوح وكان النور باين جدا، ده عشان غبائك انت. فبرضه بتحاول تعمل عبيطه تاني، لكن هي بتقول لها اطلعي بره ومش عايزه اشوف وشك تاني، وانا بس حظك ان انا مش فايقالك، لكن اوعدك ان انت مش هتتهني بولا مليم من الفلوس دي. وطردتها بره. في نفس الوقت ده بيظهر القاتل اللي بيقتل فيهم وبيدخل على مازن في الأوضة وبيرش عليه حاجة علشان يغمى عليه، وبعد كده بيصحى مازن بيلاقي نفسه متكتف وبيبص بيلاقي كاملة واقفة قدامه على رجليها، فبيتفاجئ وبيقول لها ايه ده يا كاملة، هو انت واقفة على رجلك؟ انا مش فاهم حاجة. لكن هي بتفاجئه اكتر وبتقول له هو انتوا ليه قتلتوا عمرو؟ وبنعرف ان عمرو ده ابنها وان هو مات في حادثة عربية كانت هي وهو، فبيحاول ينكر ان هو عمل كده، لكن هي بتقول له انا متاكده ان انتوا اللي عملتوها، انا عايزه اعرف انتوا عملتوا كده ليه. في نفس الوقت ده بنشوف الضابط هاني وهو بيقول للضابط محمد ان هو فعلا شاف التاريخ النفسي بتاع العيله ولقاهم كلهم زي الفل ما عدا زينه هي الوحيده اللي كانت بتتعالج عند دكتور نفسي، ولما راح للدكتور عرف منه ان هي كانت مشكلتها ان هي عندها عقده ذنب لان هي واخواتها قتلوا عمرو ابن خالتهم. فبيتفاجئ الضابط محمد وبيقول له يبقى هي كامله اللي عملت كده، هات قوه وحصلني بسرعه. بالفعل بنرجع لكاملة وهي بتتكلم مع مازن وبتبدأ تعترف له ان هي اللي قتلت سليم وقتلت زينة، وبتقول له ان انت احكي لي كل حاجة وقول لي الحقيقة علشان ممكن افكر ان انا ما اعملش معاك كده. ففعلا بيبدأ يحكي لها وبنعرف ان عمرو كان عايز يعمل دكتوراه، وبالفعل راح لمراد الشركة وطلب منه مبلغ كبير عشان يقدر يسافر ويعمل الدكتوراه بتاعته، لكن هو قال له انا مش هقدر اديك المبلغ ده دلوقتي لان انت عارف الشركة لسه بتبدأ تقف على رجليها، استنى عليا شوية بس كده، يعني شهرين 3 سنة كده الشركة تقف على رجليها واديك الفلوس اللي انت عايزها. لكن هو طبعا ما بيعجبهوش الكلام وبيقول له ان عمره ما هيقدر الدكتوراه تستنى اكتر من كده، وان هو لازم في خلال شهر يكون مرتب نفسه علشان يقدر يسافر، وبيقول له ان هو هيبيع نصيبه في الشركة وفي الفيلا كمان ويبيعوها وكل واحد ياخد نصيبه ويعمل بيه اللي هو عايزه. فطبعا ما بيعجبش الكلام ده مراد وبيقول له ازاي يعني بعد ما وقفت الشركة على رجليها ازاي تقول لي ان احنا نبيعها؟ فقال هو ده الحل اللي عندي وهديك مهلة اسبوع تفكر فيه وبعد كده هنبيع كل حاجة. بيرجع مراد يقعد مع اخواته ويقول لهم على كلام اللي حصل ويقول لهم على فكرة الشركة يعني لسه في الاول، وعلى فكرة لو اتباعت كل واحد فينا هيطلع له تقريبا 1 مليون جنيه مش اكتر، ومش هيقدر يعمل حاجة وكمان هيبيع الفيلا، يعني هتبقوا في الشارع تاني. انا عن نفسي مش هقدر ان انا ارجع تاني زي ما كنت والفقر اللي احنا كنا فيه. فكلهم بيتفقوا مع بعض ان هم فعلا هيعملوا خطة وهيقتلوه هو وكاملة خالتهم علشان يخلصوا منهم وبعد كده يكملوا حياتهم عادي. وبالفعل ده اللي عملوه واتفقوا عليه. ومازن حكت كل الكلام ده لكاملة، فقالت له ايوه انا كده على فكرة ارتحت جدا ان انا قتلتهم ومش حاسه باي ذنب ولا تانيب ضمير وهقتلك انت كمان زيهم. وخدت السكينه وبالفعل قتلته وخلصت عليه، وبعد كده قالت للراجل اللي معاها خد السكينه اللي انا اديتها لك ورميها بره جنينه الفيلا، عليها بصمات واحده عزيزه عليا قوي، وطبعا تقصد بسمه. وبنعرف ان الراجل ده يبقى محمود اللي شغال عندها. بعد كده
ده بتاخد هدومها وبتطلع على المطار، وهي في العربية كريم بيكلمها وبيقولها ان هو ودى الفلوس خلاص في حسابها، فبتقوله تمام وانا هبعت لك لوكيشن بمكان المخزن. بتقفل معاه وبتتصل بالبوليس وبتقول لهم على مكان المخزن والبضاعة اللي فيه على انها فاعل خير. وفي نفس الوقت ده بيجي مكالمة لضابط محمد وهو رايح عشان يقبض عليها، وبيعرف ان هي طالعة على المطار، فقرر ان هو يلحقها، وبالفعل بيلحقوها وبتتفاجئ بوجودهم وبياخدوها على المباحث، وبيبدأ ان هو يحقق معاها، لكن هي بتنكر كل التهم الموجهة ليها وبتقول ان هي متعرفش اي حاجة، وبتتفاجئ بموت مازن وما بتتكلمش في اي حاجة. وفي نفس الوقت النيابة بتحقق مع مراد بخصوص المخدرات اللي لقوها في المخزن بتاعه واللي فيها اعدام او مؤبد مش اقل من كده، لكن هو قال لهم انا مش هتكلم غير في وجود المحامي بتاعي، لكن ده طبعا مش هيجيب نتيجة قوي. وفي نفس الوقت كان بيتحقق مع بسمة بتهمة ان هي قتلت مازن، وبتهمة طبعا الفلوس اللي لقوها المليون جنيه اللي لقوها عند عوض واللي اعترف بكل حاجة. فساعتها اتفاجئت وقعدت تولول وقالت لهم لا انا هحكي لكم على كل حاجة. بنرجع تاني لكاملة وهي قاعدة مع ضابط محمد وبرضه بتنكر كل حاجة، فبيقول لها طيب مادام انتي كده بقى انا كنت عامل لك مفاجأة بس هقولها لك دلوقتي. احنا تتبعنا الرقم اللي اتصل وقال لنا على مكان المخزن، ولما تتبعناه عرفنا ان الرقم ده يبقى بتاعك انتي وان هو ما اتصلش غير على حد واحد، والحد ده يبقى مفاجأة ليكي. وبنبص بنلاقي محمود دخل وهو ده الشخص اللي كان عليه، وقال له على فكرة محمود اعترف بكل حاجة، وبالفعل بيكون اعترف على كل الجرائم اللي هي عملتها، فبتنهار وبتعترف هي كمان بكل حاجة. وفي الوقت ده بتكون خلص المسلسل بتاعنا بعد ما خلص على كل الابطال اللي موجودين فيه، وخلص على كده. يا ريت لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك حلو للفيديو ده واشتراك في القناة، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.